لما تبني مشروع في قلب الساحل وتقرر تكون مختلف عن كل اللي حواليك، لازم كل تفصيله فيه تكون مبنيه بفكر. من اول لحظه دخلنا فيها الموقع شفنا تحدي، شفنا فرصه، طريق سريع، ارض بتضاريس متغيره، مكان لازم يخاطب كل اللي بيدور على راحه بشكل حقيقي. اخترنا نشتغل على التصميم من جوه لبره. بدانا من الزحمه وقلنا مش لازم العميل يدور على باركنج فتره طويله، فصممنا منطقه استقبال على مسطح 500 متر مربع وباركنج خاص على مساحه كبيره قدام المبنى. استغلينا المساحات بذكاء، لاندسكيب وبولز وعمق تدرج يخدم كل الاعمار. كل نقطه في الارض محسوبه، من مكان الجيم والسبا واللوكرز لحد غرفه الغسيل والميني ماركت والمسجد، وحتى غرفه الجنريتور اللي بتشتغل اوتوماتيك اول ما النور يقطع. قرينا التصميم مش بس شكل، التصميم هنا حل بيخلي كل وحده تشوف السويمنج بول من البوابه حتى السكاي روف. كل دور في المشروع فيه هاوس كيبنج وغرفه كهرباء مؤمنه، شبكه كاميرات، شاشات عرض، مداخل مهيئه ومخارج مخططه. عملنا بريدج مش بس بيربط المبنى ولكن مقصد لمحب التصوير بفيو مطل على سويمنج بول وشلالات. هنا احنا مش بنصمم واجهه، احنا بنبني شخصيه لمكان بمجهود فريق هندسي فاهم ان التصميم مش رفاهيه، التصميم امان واستثمار وراحه. احنا دلوقتي على الروف، 75% من المساحه استخدمناها وحدات سكنيه. اما عن المتبقي من الروف فعملنا هنا كافيه واماكن كيدز اريا. اما عن المتبقي من الروف فتم فرشه بترابيزات اوبن فيو للسماء مع البحر. وده شغلنا، احنا نقدر نخلي اي قطعه ارض تجربه تتباع باسمها قبل ما اي حد يسال عن سعرها.